بسم الله. سؤال: تختار شغلك ولا تختار بيتك وأولادك؟ وأنهي الصح فيهم؟ بس النهاردة قبل ما تجاوبني أنا سألت الراجل الطيب ده وقال لي على إجابة عظيمة جدا. بس قبل ما أقول لك الإجابة دي محتاج منك حاجة واحدة بس، تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو قبل ما نبدأ، وبتمنى توصلوا الفيديو ده ل5000 لايك. المهم، تختار شغلك ولا تختار بيتك واولادك واني الصح فيهم؟ الراجل ده قال لي ولا اختار ده ولا اختار ده، انا اختار الاتنين. مش انت قلت كده برضك؟ قال لي اختار الاتنين. قلت له ازاي يعني؟ ازاي يا حاج؟ قال لي بص يا عم عبد الله، انا هختار شغل وبيئة شغل وظروف شغل تناسب بيتي وتوفر الراحة والسعادة لبيتي ولأولادي. عجبتني، لان عايز اقول لكم سبب من الاسباب اللي خلتني سبت شغلي، ان انا بقول لمديري انا عايز اليوم اللي هو الفلاني مثلا، يعني عايز اخده اجازه عشان خاطر عيد ميلاد ابني. قال لي لا، لان بمزاجه بالظروف الشغل، لان انا عارف ظروف الشغل عايزه ايه ومش عايزه ايه، لان انا راجل بقالي 10 سنين في المكان ده. طبعا وعايزني اقعد اتحايل عليه واتذلل له بقى وحضرتك ويا فندم. للاسف انا ما عنديش الاوبشن ده الصراحه والله، لان انا الحمد لله قيمه في شغلي، الحمد لله انا كنت كويس في شغلي، والحمد لله التقييمات اللي كانت في شغلي بتثبت كده، والحمد لله انا اترقيت ما كملت السنتين. في ناس كانت قاعده 5 سنين و7 سنين بعد كده اترقيت، انا ما كملت السنتين بفضل الله واترقيت. المهم، قال لي لا. قلت له يا فندم انا عايز اقول لك على حاجه. قال لي اتفضل. مع ان هو لما بيجي عيد ميلاد ابنه بيجري بعربيه الشغل، يعني بياخد عربيه الشغل ببنزين الشغل وبيروح المناسبه دي، ودي حاجه ما تخصنيش وماليش دعوه. بس بتكلم انت برضك زي ما انت عندك بيت واولاد، انا عندي بيت واولاد. انا بس بوريكم ساعات بيئه الشغل بتبقى عامله ازاي، بتبقى بيئه سامه. المهم، قلت له حضرتك دلوقتي انا شغال وبتعب في الشغل ده عشان خاطر الشغل ده يصب سعاده وفلوس وهنا وسعاده على بيتي. فالنهارده الشغل بيمنعني ان انا ما احضرش عيد ميلاد ابني. انا اصلا رايح الشغل عشان خاطر ابني، انا رايح الشغل عشان خاطر زوجتي، انا رايح الشغل عشان خاطر امي وابويا واخواتي وعشان خاطر نفسي. لكن انا مش بطحن البيت وبطحن اهلي وبطحن مراتي وبطحن اولادي عشان خاطر الشغل. بنضحك على بعض لو حد قال كده. لكن لو انا بحب الشغل ده حاجه تانية. بس انا طبعا الدايره الاولانيه اللي احنا كلنا بنحبها، ابوك وامك واخواتك وزوجتك واولادك، دي اهم دايره عندك. عايز تقول ايه يا عم عبد الله؟ عايز اقول لك فعلا ما ينفعش ان انت تدور على شغل بيقعد بال16 وال17 و18 ساعه في شغل كده، واحنا كلنا عارفين، وانا كل ده بعيد عن زوجتي واولادي. هتقول لي يا عم اصل الدنيا صعبه ومش عارف ايه. والله العظيم يا جماعه احنا مش هنعيش الا مره واحده. وعايز اقول لك عبد الله ده مش ملياردير ولا اي حاجه، والله العظيم حالتي زي اي بني ادم، حالتي زي اي بني ادم. ومش بقول لك كده عشان انا قاعد بالشغل، لا، انا سايب الشغل بمزاجي وبدور على شغل بمزاجي، وظروفي الحمد لله ماشيه. مش بقول لك ان انا راجل ريتش والدنيا عاليه معايا، بس النهارده انا عايز اعيش حياه كويسه، عايز اشتغل كويس، ودي حاجه ما تزعلش اي حد. وثانيا يعني عايز ابقى مع زوجتي ومع اولادي ومع بيتي ومع اهلي، طبيعي يعني. لكن مش حياتي ووقتي ومجهودي وكل حاجه في الشغل وبيتي ده وقع مني. انا بشتغل عشان ايه؟ هو انا بعيش عشان ايه؟ انا مش هعيش الا مره واحده. انا بدور برضك ان انا عايز اتبسط مع زوجتي واتبسط مع اولادي. ده انا طلبت يوم، يعني انا طلبت يوم وانا راجل منضبط معاك وراجل كفاءه، المفروض تكافئني. ده عبد الله ده كويس، مش خساره في اليوم ده. لا، عندهم مبدا اللي هو لازم تتذلل، لازم تقعد تتحايل، لازم تكون بتعمل له اي مصلحه خارج الشغل عشان يبقى راضي عنك. لا، انا طالما راجل كويس، راجل تمام في شغلي، راجل بأدي وظيفتي بما يرضي الله، انا بتقي الله لله عشان ربنا هو اللي يراضيني مش انت. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فالنهارده اللي انا عايز اقول لك عليه في الفيديو ده كله خلاصه، يعني انا سبت شغلي ليه. ده الجزء الاولاني طبعا انتوا سمعتوه بسبب ايه. من ضمنهم في الجزء الثاني ده ان انا مش لاقي بيتي، مش لاقي زوجتي، مش لاقي اولادي. انا حاسس ان انا اصلا من اليوم الاجازه اللي باخده نوم، وكلنا بيعمل كده. ممكن تقوم تقعد ساعتين تتغدى، كوبايه الشاي كوبايه القهوه، عاملين ايه، نتفرج على فيلم. طب انا هخش انام بدري عشان عندي شغل بدري. الناس كلها كده انا عارف. بس اللي انا عايز اقوله لك النهارده، وده جاي في السلسله اللي جايه، انا مش هفضل شغال عند الناس، انا لازم اشغل دي ربنا عز وجل يميزك بيها
عن بقية الكائنات كلها. من الآخر لازم تدور على حاجة انت تكون صاحبها، لان انا طول عمري واحنا طول عمرنا هنفضل شغالين عند الناس الا ما رحم ربي. في ناس كويسه وبيئه عمل كويسه. انا كنت شغال قبل المكان ده، كنت شغال مع ناس الصراحه الله يبارك لهم، بس للاسف مش هينفع ارجع لهم لان خلاص بقى المكان ده بقى اوبشن كامل والدنيا عنده كامله مكمله، مفيش مكان ليا هناك. الناس بتقول لي والله نتمنى ترجع تاني، بس انا طبعا مش هينفع اذي حد. معلش انا قطعت الفيديو زي ما انتم سامعين. الراجل بتاع البيكيا بالميكروفون صوته عالي جدا. دايما لما بسمع الناس دي كنت الاول بزعل وبتضايق ان انا سامع صوته وهو هيبوظ لي الفيديو. انا دايما بحب اعمل الفيديو قطعه واحده، ما بحبش اقطعه اول مره اقطعه كده يعني. بس دايما لما بسمع الناس دي كنت بتضايق، صوته عالي هو بتاع الانابيب واللي بينادي الخضار والبطاطس. بس الصراحه بدعي لهم. ليه بقى؟ الجو بره صعب جدا، الجو بره حر، فبقيت لما بسمع صوته بقول ربنا يعينك على اللي انت فيه، ربنا يرزقك، لان ده اكل عيشه. ما ينفعش انا اقول الله يسامحك يا عم انت الصوت وبتاع، ربنا يرزقه وربنا يفتحها لي. فدايما اي حد بيسمع صوت الناس دي بالله عليك ادعي له، حتى لو مش هتقدر تشتري منه او مش هتقدر تعمل اي حاجه معاه، ادعي له بس. نرجع لموضوعنا. المهم حتى الراجل ده قال لي لازم نعمل كده، لازم ندعي له، وانتوا كمان ادعوا للناس ديت ربنا يرزقهم ويعينهم ويقويهم. فاللي النهارده عايز اقوله لك، لازم لو انت حاسس ان انت في الشغل ده تعبان جسمانيا، تعبان عقليا، تعبان نفسيا، حاسس ان انت مش قادر، حاسس ان انت مقصر مع زوجتك واولادك، مع ابوك وامك، مع اخواتك، مع اصحابك، مقصر في حق نفسك في حياه يعني، حاسس ان انت مش عايش، من الافضل ما تسيبش الشغل دلوقتي، بس دور على حاجه تناسب بيتك واولادك وابوك وامك واخواتك ونفسك. دي نصيحه وانا بعملها دلوقتي. النهارده انا بروح اي شغل بشوف انا هشتغل عدد الساعات ايه، اجازاتي ايه، هل الشغل ده بيأخر ولا ما بيأخرش. الارزاق كتير على الله، مش مجرد ما الاقي شغل او ماسك فيه ومفيش اصلا شهرين ثلاثه هلاقي نفسي هسيبه. ده الكلام ده بيحصل مع زمايلنا وبيحصل مع اي حد. مش انا راجل مثلا مش عاجبني الشغل، لا لا لا، احنا عايزين ناكل عيش. انا راجل فاتح بيته ومعايا اولاد، فانا محتاج لكل جنيه وبدور على كل جنيه. فالنهارده نصيحه عشان تقدر تعيش وترتاح، دور على شغل يناسب بيتك ويناسب اولادك ويناسب حياتك الشخصيه كمان عشان انت ترتاح. في نهايه الفيديو عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا. لو انت حاسس ان جسمك وعقلك ونفسيتك وبيتك وزوجتك واولادك ووالدتك ووالدك واخواتك واصحابك حاسس ان هم انت مقصر معاهم وان الشغل واخدك، مش بقولك سيب شغلك، دور على شغل مناسب يسعدك ويفرحك في الدايرة دي، دايرة الزوجة والأولاد والأب والأم والأخوات. انت عايش عشان برضك تتبسط في الحياة دي، مش عايش عشان خاطر الشغل بس. فالنهاردة أنا بقولك دور على شغلانة أو وظيفة تناسب بيتك، تناسبك جسمانيا، تناسبك نفسيا. يا عم عبد الله الدنيا كلها خربانة والدنيا كلها عاملة، وإن ليس للإنسان إلا ما سعى. ومن الآخر ده هدفي. أنا النهاردة بدور يكون ليا شغل بتاعي أنا خاص، يكون ليا شغل. مش هفضل طول عمري شغال عند الناس ويتحكموا فيا بالصح أو بالغلط. لا، أنا عايز يكون برضك أنا كمان أبقى صاحب شغل. مش هفضل طول عمري ترس في مكنة، عايز أبقى صاحب مكنة. وإن شاء الله دي من الدعاوي اللي بدعيها دايما، يا رب ما تجعلنيش ترس وجعلني صاحب مكنة. يا رب اجعلني دايما ابقى صاحب حاجه. ليه؟ مش هفضل بعدين خلي بالك انت بتكبر واولادك كمان بيكبروا والماديه كمان بتعلى معاك وانت كصحه ومجهود خلاص. فانت النهارده انت شباب، انت النهارده عندك قوه. ربنا عز وجل ميزك بالعقل يا عم، ميزك بالعقل. شغل مخك، دور، اعمل اي حاجه، حاول يبقى ليك مصدر رزق داخل من اي حته. كان في حته كده بسمعها جميله جدا ودي انا ببتدي امشي عليها. دايما خليك عامل زي الترابيزه، الترابيزه ليها 4 رجول، يعني خلي دايما ليك 4 مصادر دخل. انا كنت عامل ايه ساعات؟ كنت شغال في الشركه وكنت بعمل حاجه جميله جدا. كنت مثلا بنزل العتبه، انا بحب الساعات والنضارات والاكسسوارات والحاجات دي، بقوم مثلا ب 1000 2000 جنيه بقوم جايب ساعات ونضارات ومش عارف ايه، بقوم مصورهم وانزلهم على النت، ولما حد بيتصل عليا ببعتهم له شحن، وانا زي ما انا في شغلي والحاجات دي صورتها على النت، ولما حد بيعوز بيكلمني ببعتها له وانا في شغلي زي ما انا. بقى كده عندي مصدرين، بقى عندي مصدرين. مع كانت ساعات مثلا ايه بدور على اي حاجه تانية تدخل معايا ايه فلوس، بشغل دماغي،
ما افضلش طول عمري شغال عند الناس، بدور ان انا يبقى ليا كذا مصدر. وبرضك في اي لحظه انت ممكن تلاقي شركه صفت لك، تلاقي شركه مش عارف ايه. لازم تبقى انت محصن نفسك، مش هتفضل كل ما تروح شركه تقعد سنه سنتين تقوم مصفيه لك وتقوم قاعد في بيتك. المفروض القعده اللي انت قعدتها في البيت دي بتعلمك تقعش في الحفره تاني. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فانا النهارده لما اجي اروح شغل تاني على الاقل حاول تشيل 10% من فلوسك، عشان لما تيجي تقع زي عبد الله كده انا كنت شايل مبلغ صغير نفعني. فانا النهارده قبل ما الفلوس دي تخلص بدور على شغل، وبدور عليه بمزاج، مش اي شغل اقوم نازله، مش اي حاجه اقوم لاقيها وانزل كده وخلاص وابقى ذليل لاي حد. لا، انا معايا المبلغ اللي انا شايله ده ممشي بيتي والحمد لله الدنيا ماشيه واحده واحده، وزوجتي بتعني على كده. بدور بقى بعمل انترفيو هنا وانترفيو هنا. بعد الفيديو ده ان شاء الله هنزل لكم فيديو ازاي تعدي من اي انترفيو تشتغل على طول. الفيديو ده على فكره جميل جدا وهيعجبكم. لو انت لسه موجود لحد دلوقتي يا ريت تعمل لايك وشير يعني للفيديو لاي حد يعني حابب تفيده. فالنهارده اللي انا بقول لك عليه كله، حاول دايما تحصن نفسك، لان الشغل دلوقتي ما بقاش ليه امان. القطاع الخاص دغري كده، وانا برضك هروح اشتغل في قطاع خاص اهو، خلي بالك دغري القطاع الخاص ملهوش امان. زي ما بيقولوا كده بالشعبي او بالبلدي، الشركه ملهاش اولاد، ما بتخلفش، يعني الشركه عقيم ما بتجيبش اولاد. فانا النهارده مش ابن الشركه، لا انا بشتغل وبدي الشغل حق. والله المدير او المشرف او المسؤول او صاحب الشركه كويس معايا في شغلي ياخد العينين، لان انت معاملتك كويسه معايا وخايف على بيتي ولا عيالي. يعني انا مديري النهارده لو كان جه قال لي روح يا عبد الله احضر عيد ميلاد ابنك، ما هو كده من رصيدي، كده انا عندي رصيد اجازات، ده من رصيدي، مش حاجه انت هتبجي عليا بيها. فيها ايه لو انت قلت لي خده يا عبد الله، خليني انزل كده واحضر عيد ميلاد ابني وانا مبسوط، وانت كمان راضي عني ان انت منزلوني بمزاجك، انزل احضر عيد ميلاد ابني واكل الجاتوه الجميل وابني يفرح بيا وافرح بيه واتبسط مع اهلي والعيد ميلاد يبقى جميل. لما اجي انزل تاني يوم شغل، والله لو انت طاقتك 100 انا هتبقى 1000، انا نازل تاني يوم شغل مبسوط. لكن تخيل بقى لو انا بعد كده اصلا وانا قلت له انا عايز اليوم الاجازه ده وخدت اليوم الاجازه ده منه بالعافيه وحرق دمي، انا نازل اصلا عيد ميلادي بتاع ابني دوت وانا محروق دمي، حرق دم الراجل ده. عارف لما اجي تاني يوم عامل زي المنتقم. وده بيحصل معانا كلنا، ده بيحصل معانا كلنا. انا واحد زيكم، معايا زمايل وشغال مع ناس، مش بقول حاجه وانا بتبلع على الناس دي، لا ده الحاجات دي موجوده. فالنهارده اللي انا عايز اقوله لك، شغل مخك وشغل دماغك دايما، ما تديش ظهرك للشركات الخاصه. والله دي نصيحه مني. في ناس كويسه الا ما رحم ربي، في ناس كويسه زي ما بقول لك، والله كويس هياخد مش انتاجيه 100%، هياخد 1000%، وده طبيعي. طالما انت كويس هتلاقي الاحسن، طالما انت وحش بيتهيألي محدش هيعمل حد وحش كويس، صح كده؟ متنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل اي حاجه بتمنى منك تعمل لايك وتعمل اشتراك للقناه لو القناه عجباك، واستنى مني الفيديوهات اللي جايه مهمه جدا. في فيديو بعد دوت جميل جدا ان شاء الله يعجبكم. شكرا لوقتكم الذي لا يقدر بثمن. انا اخوكم عبد الله بكر، السلام الله عليكم.